ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى قررت اطلع افطر عند الوز، لان انا قاعده في الشقه لوحدي. حماتي الله يبارك لها خدت بنتي وراحت عند عمتي تقضي اليوم معاها هناك، لان بنتها كانت عامله عمليه. فحماتي راحت بقى وخدت بنتي معاها، وجوزي في الشغل وانا قاعده لوحدي في الشقه. جبت بقى كان جايب لي علبة كشري قبل ما يمشي، وزبادي ده بتاع بنتي بس انا خدته، واناناس والميه. فانا كلت معلقتين من الكشري ومعلقتين من الزبادي ويا دوبك قطمتين من الاناناس، لان انا مش عارفه، مش عايزه اكل اكتر من كده، لان انا عايزه اخسس وكده. فتعالوا بقى اما نحطه للوز ده، اما نشوف هياكلوا ولا مش هياكلوا. خليكم معايا. انا حطاه على برنيكه، هنزله على الارض اما نشوفهم هياكلوه ولا لا. خليكم معايا، مش خساره فيكم. اناناس اهو، تعالوا كلوا بقى. شيل البرنيكه ونشوفهم هيعملوا ايه. خليكم معايا يا جماعه. انا حطيت لهم الاكل على الارض عشان يجي ياكلوا. مش عارفه هما بيردوش يجوا ليه. لا بس ان شاء الله هيجوا يتشجعوا. ده كشري، عازمكوا على كشري يا وزويزو. طب اناناس طيب، مش راضيين. مش وش خير والله العظيم، مش وش خير. طب انا دلوقتي هعمل فيهم ايه دول؟ خليكم معايا يا جماعه، احاول احط لهم الاكل ده قدام شويه يمكن ياكلوه. تعالوا، شكل الوز الصغير ده اللي هيجي ياكله في الاخر. كشري مش عاجبكم ولا ايه؟ انا مش عارفه اما بحط لهم الاكل ما بيرضوش يجوا ياكلوا ليه، بس ايه هيندعهم بيبداوا يجوا. ده اناناس وزبادي وكشري. كل انا غلطانه اللي طلعت فطرت معاكم، انا غلطانه. بعتلهم علبه الكشري بعيد شويه يمكن يجي ياكلوا. ايه ده؟ طب اعمل لهم ايه دول؟ استنى. حتى الوز يا جماعه مش راضي يفطر معايا، انا غلطانه. انا كده كده هرميهولهم بقى، لان انا خلاص حطيته على الارض والدبان بقى والدنيا، فهحطهم. هما راحوا قعدوا بعيد. تعال، ما هتلاقي سمعوا صوت حد طالع ولا حاجه. مش عارفه هما بيخافوا ليه. كشري تعالي يا معسله. انا غلطانه، كنت فطرت في شقتي باحترامي بدل المرمطه اللي انا فيها معاكوا دي. اخرتي اللي انا بعزمكوا على كشري. حتى الوز الصغير مش راضي يجي يا جماعه. بصوا مطين نفسه ب60 طينه ازاي. وبعدين بقى يعني انا طالعه في الحر ده عشان افطر معاكم، في الاخر تغضبوا على الاكل. انا هفدهولهم بقى في الاكل بتاعهم، هما ياكلوه بقى مع نفسهم براحتهم. هما باينني مكسوفين مني. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في قناه اختكم. انا مش عارفه هما واقفين كده ليه، مش عارفه عايزين يقولوا حاجه بس مش عارفين ولا ايه. الاكل وحش يعني؟ كشري وحش اجيب لكم طاجن طيب؟ حبيبه قلبي الوحيده اللي ما كسفتنيش وجت تاكل من الاكل اللي انا كنت باكل منه. بصوا
خليك انت واقف بعيد اتفرج عليها متاكلش بقى. بصوا ما كسفتنيش. الجماعة الوز تحسوه كده يعني بيحبش الاكل. انت عارفه لو بطتين دلوقتي كان زمانهم لحسوا الاكل ده كله. مش عارف، او فراخ بلدي. لكن الوز حاساه يعني ما بيترميش على الاكل كده زي البط والفراخ والحاجات دي، تلاقيها تحطش الاكل تلاقيها جريت عليه. لكن ده مش عارفه والله. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو بلايك. مع السلامه.